طول عمرنا يا صاحبي متعودين ان السرقه حرام، وان اللي بيسرق يدخل النار واخرته هتبقى سودا. بس ايه رايك لو قلت لك ان ده عكس الحياه تماما؟ ايه رايك لو قلت لك ان مفيش حد ناجح ما سرقش؟ لدرجه ان لقيت كتاب بيعلمك السرقه، والمبدعين واخدينه ريفرنس ليه، من اول ممثل انت بتحبه او المخرج وصولا لكتاب الافلام او حتى الرسامين. بس قبل ما تحكم عليا وتقول لي شمس شكله اتجنن، لازم تعرف ان في انواع من السرقه. اول حاجه السرقه اللي انا وانت عارفينها، اللي هتدخل صاحبها النار. والسرقه الثانيه اللي كتاب النهارده هيعلمها لنا، هيعلمنا ازاي نكون مبدعين. كتاب يعتبر من اكتر الكتب مبيعا، ومفيش حد في المجال الابداعي ما نصحش بيه. حرامي غسيل حارتكم لو وقع في ايده الكتاب ده حياته هتتغير. كتاب ستيل لايك ارتست او اسرق كفنان للمبدع اوستين كليون. قبل ما تحكم عليه حابب اقول لك ان الكتاب ده هيزود عندك الابداع، هو هيعلمك ازاي اصلا تبقى مبدع. كتاب هيديك سر الفنانين، ازاي بيجيبوا الافكار بتاعتهم اللي بتبهرك، والحلو فيه ان مهما كان المجال بتاعك هيفيدك هيطورك، كده كده هينفعك. انا نفسي كانت بتقابلني مشكله مش عارف اجيب افكار منين. الكتاب ده الوحيد اللي قدر يفيدني، ولازم اقراه باستمرار يا اما هتجنن. يلا نشوف ازاي السرقه تبقى حلال ومقننه، والاهم محدش يعرف يثبتها عليك. بيبدأ الكتاب بمقولة لواحد من عتاولة الفن، بابلو بيكاسو. ده واحد أكل عيش وحب الستات ليه كان قايم على الفن ده، غير إنه عمل حركة فنية اسمها التكعيبية. بيقول لك إيه بقى؟ ما الفن إلا سرقة. عندك حتى توماس أليوت، وده واحد من أجمد الشعراء وواخد جايزة نوبل، بيقول لك فيما معناه إن الشعراء الهواة بيقلدوا، أما الشاعر الناضج بيسرق. إيه تقول إيه؟ يعني الشاعر اللي واخد جايزة نوبل كان بيسرق؟ بيسرق. بيقول لك اوبستن من وجهة نظره ان اي حد بيديك نصيحة فهو بيكلم نفسه لما كان في سنه، كان عايز حد يقول له هو في سنك الكلام ده. عشان كده اوبستن حاطط صورته في سن 19، بيقول لك الكلام ده اللي كان نفسي حد يقوله لي وانا في السن ده. بيقول لك مهما كان مجال شغلك دراستك انت محتاج تسمع الكلام ده. اول حاجة ازاي تبص للعالم، لازم تحدد ايه يستحق السرقة وايه ما يستحقش، وبعدها تشوف غيره وهكذا بقى. عندك مثلا ديفيد بوي، وده مغني مشهور، بيقول لك مش هدرس فن غير لا اقدر اسرقه. لازم تفهم ان مفيش حاجة اصلية. عندك مثلا مخرج زي نولان، تعرف ان اغلب اعماله ده لو مش اعماله كلها مسروقه من كاتب ارجنتيني اسمه بورخس. يعني الافلام اللي انت بتنبهر بيها هي في الاصل مسروقه من كاتب ميت اصلا. بس ده مهم ومفيد ولازم يحصل، وهتشكر نولان عليه. ليه بقى؟ لان اصل اي فكره هي مش دماغ، لا هي بتبقى فكره من واحد على فكره من واحد تاني. يعني بمثال ابسط، الفكره زيها زيك انت. ايوه زيك انت، نص جيناتك من الاب والنص التاني من الام. وكل ما الجينات دي زادت في التنوع عن طريق تنوع شجره عيلتك هيزيد صفاتك الجسديه. عشان كده محدش بينصح بجواز القرايب. ونفس الشيء في الافكار، حتى دي جواز القرايب ما تعملهاش في الافكار. ما تاخدش افكارك من مصدر واحد ولا اتنين، حتى نوع زود عشان ما تطلعش افكار عقيمه. هنا نيجي للنقطه التانيه، وهي الهباء لا ينتج الا هباء. الفنان عباره عن شخص بيجمع حاجات طول ما هو ماشي، بس ده مش معناه انه يجمع كل حاجه بتقابله، لا يجمع اللي يستحق انه يجمعه، علشان الهباء لا ينتج الا هباء. بس في حاجه هنا، ازاي اجمع افكار؟ الموضوع كأنك بتاكل احلى اكله انت بتحبها، او بتشرب كوبايه شاي نعناع ساعه عصاري. لو كلت الاكله دي كلها مره واحده، او شربت الكوبايه السخنه دي على بق واحد، يا هتموت مخنوق يا هتتسلق. عشان كده كل المفروض تعمله تشوف اجمد ثلاثه في مجالك، ويفضل اقدمهم، وتبدا تذاكرهم او اقصد تسرقهم. وكل واحد عن طريق معرفتك ليه هتعرف ثلاثه تانيين، وهكذا وهكذا، ويبقى عندك شجره معارف من الفنانين. ولو عطلت في حاجه كل اللي عليك تسال جوجل او تتفرج عليا، هتاخد افكار من الكتب، لان كاتب الكتاب اللي بتقراه عدى بتجارب وعرف ناس وسرق من ناس احسن منه. انا عن نفسي بشوف ان الكتب مخزن ذهب من غير قفل. ادخل اسرق اللي انت عايزه، بس هنا بنخبط في حيطه، وهي اسرق ازاي. يا لهوي يا لهوي. اول حاجه المدرسه اللي المفروض بتعلمك لازم تفهم ان هي مش بتعلمك، دي حاجه بتاخد منها شهاده عشان الوضع الاجتماعي، لكن اللي بيعلمك هو انت نفسك. علم نفسك بنفسك، وافضل مصدر تتعلم منه زي ما قلت لك الكتب، واللي غالبا مش موجوده في المدرسه. بس هنا هسال نفسي سؤال، ازاي اتعلم؟ بما ان التعليم في المدرسه مش تعليم، يبقى لازم نتنقل للنقطه الثانيه. بعد ما تسرق اللي سرقته، انت عقلك مش دفتر. ما تقوليش هسجل على التليفون او هصور. كانت الصور اللي صورتها من سبوره الدرس نفعتها. في اختراع قديم شويه جدي وجدتك استخدموه، اسمه الورقه والقلم. لازم يبقى معاك دفتر وقلم في جيب. اعظم الممثلين الشخصيات اللي ابهروك بيها كانت عن طريق انه قابل حد بالشخصيه دي وكتب ملامحها في كراسه. لولا كده ما كناش شفنا شخصيه زي شخصيه ابو كمال، ولنور الشريف قال بنفسه انه سرقها من حد شاف، لدرجه ان الحركه دي، شايف الحركه دي، هو سرقها. بس في مشكله هتمنعك تاخد خطوه او تستمر، وهي انا مين. انت ما تعرفش ذاتك زي ما انا ما اعرفش، بس هتعمل ايه يعني؟ اكيد مش هنقف هنا. اعمل حاجه هتعرف نفسك. المعادله بسيطه. الكاتب بيقول لك ان هو ذات نفسه لو كان استنى يعرف ذاته ما كانش وصل للكتاب ده. بس اول حاجه هتحس بيها ولازم تكون مستعد لها، وهي الخوف. ومش كده وبس، وبحاجه اخطر اسمها متلازمه المحتال. ودي ظاهره عند اي فنان او مبدع بيحس ان اللي في ايده واي نجاح بيعمله هو ما يستحقوش، بل
وانه سرقه كمان. عشان كده الكاتب بينقلنا النقطه الثانيه، وهي تظاهر بالامر حتى تتقنه. على راي شكسبير ان العالم مسرح كبير والناس فيه ممثلين. مثل انك بتعرف لحد ما تعرف. يعني عندك مثلا لو مثلت انك رسام ولبست زيهم وهدومك بقت زيهم ودخلت المجتمع بتاعهم، هيتعاملوا معاك على انك واحد منهم وهيعلموك. عندك مثلا لو لبست لبس ظابط هيتقبض عليك طبعا وهتتحبس وتشوف حياه الظابط بس كمجرم. يعني ما تقلدش كل حاجه نقلدها. هو يقصد تظاهر بالامر حتى تتقنه. بص كده النجوم دي كلها نجوم ومرسومه على نفس الورقه وبنفس القلم واللي رسمها نفس الايد، لكن مفيش نجمه شبه التاني، لان انت كانسان مستحيل تعرف تقلد حاجه بالظبط. وهنا التقليد مش معناه السرقه الادبيه. مش هروح اسرق سكريبت فيلم بالنص واروح اعمله. انا عايز اقول لك ان هي بتحصل بس ما تعملش كده. انت في بدايه حياتك كطفل في الحضانه بدات بانك بتقلد، بيكتبوا لك حرف وتبدا تقلد لحد ما بقيت تعرف تكتب وليك خط مميز بيه. عندك اي حد بيغني او حتى بيبدا انه بيغني باغاني وكلمات مطرب تاني، او بيعزف موسيقى مش بتاعته لحد ما يغني كلمات اغاني بتاعته هو وبس، اتكتبت له هو. لازم تفهم في الغالب مفيش حاجه جديده تقدمها، كل القصص اتحكت، كل الكلمات اتغني، بس مفيش مانع نغنيها تاني، نغير في اسلوبها، لان في الغالب الجيل الجديد ما يعرفش عنها حاجه. وهنا نيجي في مقارنه بين السرقه والابداع. واحده عباره عن اهانه وعار لاي حد بيعملها، على عكس الثانيه واحده ناتجه من خداع والثانيه من دراسه. الفرق في العدد، من واحد تبقى سرقه، من اكتر من واحد ومزج تبقى ابداع. انت تعرف ان المنطاد عباره عن دمج سله ببالونه؟ جمع ودمج كل اللي عليك تعمل كده. بالاهم اكتب عن الحاجه اللي بتحبها مش اللي تعرفها، بس لازم تستخدم ايدك. يعني ايه؟ يعني بدل ما تكتب على الكيبورد وترسم على الايباد، استخدم حاجات فيها حركه، ورقه وقلم، لوح. عندك مثلا اي حاجه بيعملها الذكاء الاصطناعي، ده مش فن، ده شيء ممكن تستخدمه يسرع شغلك، لكن ما يبقاش هو شغلك. ابعد عن الشاشات، حس بالملل، لازم تحس بيه. ما انت فاكر الافكار كانت بتجيلك في الحمام ليه؟ ما هو من الملل. عندك اقليد صاحب اشهر جمله، وجدتها وهو بيجري صلبوطه من الحمام، لكن دلوقتي انت بتدخل الحمام بالتليفون، ده لو ما بتتفرجش عليها اساسا في الحمام. واهم حاجه لازم تسوف. ايه اسوف يا عم؟ ازاي ده انا بتعالج من الحوار ده تقول لي سوف؟ هو بيقول لك سوف وعادي تاجل اي حاجه انت شغال عليها بس بطريقه بناءه. يعني ايه تسويف بناء؟ ازاي دي؟ طبيعه العقل البشري مش موظف، مش مخلوق عشان يبقى ترسف مكنه. لا، زمان راجل واحد وتلاقيه فارس ومصارع وخيميائي، دي حاجه اعلى من العالم بتاع دلوقتي. ده بيبقى عالم في الفيزياء والكيمياء وعلم النفس والارصاد والفضاء، وبيالف وبيغني. طب ازاي بيعمل كل ده؟ لانه كان بيسوف. ازاي بقى؟ لانه لو زهق من حاجه عنده حاجه مفيده وكويسه تانية يشتغل عليها، فهو ده التسويف البناء. والاهم الحاجات دي تكون انت بتحبها، شغوف بيها. لما كل ده يتجمع في عقلك هيديك افكار جديده، هيفتح مدارجك. عشان كده في افكار بتيجي في عقلك هتلاقيها جت في عقل واحد تاني، بس الفرق مين خد الفعل الاول. عشان كده المفروض ابدا دلوقتي واحبس نفسك. ايوه لازم يبقى ليك فترات تنعزل فيها عن العالم. يا اخي دي من صفات الانبياء والرسل، انعزل بعيد عن الناس شويه، ابعد. لازم تتعلم تقعد لوحدك، ومش لازم تقعد في اوضه وتقفل عليك. ممكن تخرج. قول لي اخر مره خرجت ورحت جنينه عامه امتى؟ غالبا اللي خرجك كان ابوك وكنت انت وانت صغير. اغلب الناس ما بقتش تخرج بالنهار، كل خروجاتنا في كافيهات او مطاعم بالليل. نسينا شكل الخضره والزرع والورد. انا بشوف ان من اسوأ الشغلانات الفريلانس، وبالذات اللي من البيت. انا شغاله وبقول لك متعبه جسديا ونفسيا. انت ممكن تقعد اسبوع كامل ما تخرجش من البيت، ما تشوفش الشارع، وقال ايه شغال من البيت، وده بيأثر عليك، ما بيبقاش عندك صحاب. عشان كده بنتنقل للنقطه اللي بعدها، وهي اعمل صحاب، اتعرف على ناس جديده. مش لازم كل اللي تعرفهم يكون من المدرسه ولا من الجامعه، اعرف ناس من الشارع، من خروجه. يا عم صاحب عم عبده السباك، صاحب الحلاق اللي بيحلق لك، كل ده هيفيدك. والاهم صاحب الموهوبين. مهما كان المجال بتاعك في ناس موهوبه، قرب منها، لان لو شله 5 اصحاب منهم 4 اذكياء انت هتبقى خامسهم. صاحب ناس تفيدك مش تسحبك لتحت. مين هيسمح لي اعمل صحاب؟ حابب اقول لك ان الحاجه الوحيده اللي محتاجه سماح هي لما تيجي تركن العربيه في باركنج. غير كده انت محتاج تبقى لطيف فضولي وهتصاحب ناس وهتتعلم اكتر. المهم ما تتكسفش. جدك ما كانش يعرف حاجه اسمها الرهاب الاجتماعي، في الغالب كان ليه 3 اصحاب من مطاريد الجبل. بس هتقابلك مشكله بسيطه لا تذكر، بس ممكن تمنعك عن الاستمرار في اي حاجه، في شغل او في حياتك عامه، وهي وحش النقد، واللي انهى مسيره كتير من الناس. الخوف من النقد ممكن يمنعك من اي حاجه انت بتحبها، ممكن يمنعك تستمتع بالحياه. مفيش يوتيوبر ما تشتمش، مهما كان الموضوع اللي بتتكلم فيه في حد هيطلع يشتمك. هتتشتم يعني هتتشتم. طب الحل هو كلمه واحده محدش هيقول لك عليها: طز. ايوه طز. اللي بيديك فلوس يمنحها يا عم. أوستين بيقول لك تجاهل النقد الهدام، لكن لو حد بينصحك اسمع له. حد بيشتمك ولكنه موجود وبيقول لك شيل معاك في النوتة بتاعتك الناس مدحتك بايه، بتشكر فيك ازاي، بس بص فيها باعتدال، ما تبقاش كل شويه عشان هتتغر. والغرور هو عدو الابداع. في عدو تاني وهو العشوائيه. حاول قدر الامكان تكون منظم، اي حاجه حواليك منظمه، لان البيئه حواليك بتعبر عن اللي جوه دماغك. وعشان دماغك تبقى مرتاحه في حاجتين لازم تاخد بالك منها: اولا الرياضه، ثم الرياضه، وتاني حاجه اياك تتداين. عيش بالفلوس اللي معاك، ابعد قدر الامكان عن الديون.
البنوك. حتى لو عايز تشتغل شغل ابداعي خليك في وظيفتك الصبح عادي. عايز تعمل بيزنس خاص بيك خليك برضه في وظيفتك، انك لو سبتها وقلت هنط في البيزنس الديون هتمنعك تكمل، هتمنعك تعرف تفكر اساسا. والاهم دلوقتي تراقب نفسك، اعمل جدول مهام وكل مهمه تخلصها علم بحرف الاكس، علشان اليوم اللي تقول مش قادر اكمل تبص لها كده وتقول لا 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 لا, لا. لازم اكمل، لازم اكمل اللوحه الفنيه دي. اللوحه هتكمل بدفترك اللي قلت لك عليه، لازم دفتر. بس كل ده ملوش لازمه في حاله واحده، حاله ممكن تدمر مستقبلك، مستقبل اطفالك وعلاقتك بأسرتك والمجتمع، وهي اختيار شريك حياتك. الزوجة دي في حياتك أهم منك أنت شخصيا، عشان كده مش أول واحدة هتقابلك يلا هنتجوزها، لازم تعرف أهلها شخصيتها، لأن ده أهم قرار وأكتر قرار وأنت بتاخده هتبقى عامل زي اللي بيفك قنبلة، لو اتسرعت أو غلطت هتبوم في وشك. والأهم فعلا واللي خاص لك كل ده هو فن الاختيار. مش كل حاجة تشوفها تاخدها، الوفرة اللي عايشين فيها دي مدمرة. وحابب أقولك إن الكود اللي بتمنعك وبتقف في طريقك هي اللي هتشكلك، هي اللي هتخلي ليك بصمة، عشان كده استغلها، مش لازم تخليها توقفك. طب المفروض تعمل ايه دلوقتي حالا؟ بعد ما تشترك في القناة تمشي على القائمة دي وبس كده. سلام.